الفيديو ده برعاية markets.com. طول عمرك فاكر انه البيتكوين عملة لا مركزية مشفرة محدش يقدر يتتبعها، وانها الملاذ الامن لاي حد عايز يهرب من عيون الرقابة. عايز اقول لك انه حرفيا دي اكبر كذبة صدقناها. روس أولبريخت كان بيدير امبراطورية مخفية على الانترنت المظلم اسمها سيلك رود او طريق الحرير. الموقع ده كان اكبر سوق للمخدرات والسلاح والممنوعات في تاريخ الانترنت كله، لغاية لما الاف بي اي قدرت تقبض عليه يوم 1 اكتوبر 2013، والحكومة الأمريكية صدرت من الموقع 144 ألف بيتكوين. لكن اللي ما كانش حد يعرفه إن في شاب تاني كان سابق الحكومة بخطوة. واحد عبقري اسمه جيمي زونج قدر في 2012 إنه يسرق أكتر من 50 ألف بيتكوين من نفس الموقع سيلك رود قبل انهياره بسنة واحدة بس، وفضل مخبيهم لمدة 10 سنين كاملة. جيمي كان عنده 21 سنة بس، إلا إنه كان عبقري تقنيا ومغير بيانات هويته ومقسم الفلوس على محافظ كتير علشان ما حدش يقدر يتتبعه. وكان متخيل انه مرور الوقت الطويل ده كفيل انه يمسح اثر السرقه اللي عملها، لغايه في 2021 جيمي عمل غلطه صغيره ضيعت كل اللي قدامه واللي وراه، لمجرد بس انه ربط محفظه من المحافظ المسروقه بحساب قديم ليه في منصه لتداول العملات المشفره. وبسبب انه دفتر بلوك تشين متسجل فيه كل معاملات البيتكوين، فالمحققين قدروا ببرامج تحليل بسيطه يرجعوا بالزمن 10 سنين لورا ويربطوا طرف الخيط ببعضه لغايه لما وصلوا لحد بيته في جورجيا وقبضوا عليه وصدروا منه ال 50,000 بيتكوين. انا ليه بحكي لك القصه دي؟ لانه المكسب الحقيقي للحكومه الامريكيه يومها بسقوط جيمي زونج ومن قبله روس أولبريخت كان كسر اسطوره الانونيميتي او فكره انه البيتكوين هي عمله مجهوله الهويه تماما. وده اثبت للعالم حقيقه مرعبه، البيتكوين مش وسيله للهرب من القانون، لكنها للاسف اكبر جهاز تسجيل في تاريخ البشريه. الغلطه الوحيده اللي اي حكومه محتاجاها هي انها تربط عنوان محفظتك اللي عليه البيتكوين بهويتك الحقيقيه ولو لمره واحده في العمر، وساعتها كل ماضيك المالي بيبقى متاح للعرض العام. تخيل يا صديقي ان المؤسسات الماليه العملاقه اللي البيتكوين اتعمل اصلا علشان يتحداهم هم نفسهم النهارده اللي بقوا بيمتلكوا مفاتيح اللعبه، من التعدين والبرمجه وكمان سوق البيتكوين نفسه. حتى مبدا السريه واللامركزيه بقوا النهارده تحت سيطره الحكومات بشكل شبه كامل، واللي بقت تقدر تراقب كل تصرفاتك وتعاملاتك الماليه على شبكه البيتكوين. وكانه ثوره البيتكوين اللي قامت علشان تكسر القيود الماليه العالميه بتسلم مفاتيحها النهارده لنفس السجان القديم بس في شكل جديد وشيك شويه. اكتر شيء بيميز البيتكوين عن الفلوس الورقيه دي انك تقدر تعمل اي شيء بالبيتكوين من غير ما حد يقدر يوصل لك او يكشف هويتك. ولو في يوم من الايام فقدت البيتكوين الميزه دي، ساعتها مش هتفرق اي حاجه عن الفلوس وهتبقى قيمتها صفر. ومن هنا اسمح لي افكرك بالسؤال اللي بيجي في بالك كل يوم، مين ده يا ترى اللي بيدور لعبه البيتكوين؟ وازاي الحكومات احكمت سيطرتها على سوق البيتكوين؟ وفوق كل ده، هل فعلا البيتكوين ممكن فجأة تموت وترجع قيمته للصفر؟ Bitcoin will go to fucking zero. اهلا بيك صديقي البروف. انا عارف انك بدات تحس ان البيتكوين ده مؤامره كونيه معموله علشان تاخد التحويشه اللي انت شايلها للجواز او لغدر الزمن، وعشان ما نضيعش التحويشه دي في زحمه الاخبار والمصادر المضروبه انت محتاج شاشه واحده بس تجمع لك كل خيوط اللعبه قدامك. وهنا بيجي دور الاداه اللي انا شخصيا بستخدمها علشان افهم ايه اللي بيحصل في السوق. منصه ماركتس تقدر تعتبرها هي غرفه العمليات اللي بنشوف منها السوق كله، لانك بكل سهوله تقدر تستثمر وتتداول عليها بالعقود على الفروقات او السي من عقود بقى البيتكوين والعملات الرقميه، وكمان الاسهم الامريكيه زي ابل وانفيديا، وحتى الذهب والنفط والعملات زي الدولار واليورو. المنصه بتوفر لك حساب تجريبي او ديمو اكاونت. الحساب ده بيكون فيه 10,000 دولار تجريبيه، فتقدر تجرب وتشتري وتبيع وتختبر استراتيجياتك بكل اريحيه. في دقيقتين بس تقدر تسجل على موقع ماركتس من الرابط اللي تحت الفيديو ده. ساعتها المنصه بترحب بيك وبينزل لك فورا 5 دولار حقيقيه في حسابك، وبمجرد ما ترفع اثبات هويتك وتوثق حسابك بينزل لك كمان 5 دولار اضافيه. ولما تبدا اول تداول ليك هتاخد كمان 10 دولار بونص في حسابك، يعني كانك بتبدا ومعاك 20 دولار هديه ترحيبيه من غير ما تلمس محفظتك الخاصه. ومش بس كده، كمان لو عملت ايداع على منصه ماركتس ب 200 دولار هيجي لك فوقهم 50 دولار بونص تداول فوري، والبونص ده بيوصل لحد 1250 دولار حسب حجم ايداعك. والفرق الجوهري بين الفوضى اللي كانت في موقع زي طريق الحرير زمان وبين التداول المنظم والامن دلوقتي،
الموثوقيه. فماركتس منصه مرخصه بالكامل وخاضعه لرقابه هيئات ماليه دوليه زي ترخيص ال FSCA، يعني انت بتتعامل في بيئه قانونيه امنه بتضمن لك حقوقك وسلامه اموالك. فتقدر تسجل دلوقتي على منصه ماركتس من الرابط الموجود في وصف الفيديو، وثق حسابك واعمل اول ايداع عليك ب $200 علشان تستفيد بالبونص الترحيبي، علشان نقدر نحلل المشهد المعقد اللي بنعيشه في 2026 ونفهم ازاي يتحول البيتكوين من حلم بالحريه الماليه واللامركزيه والحاجات الحلوه دي كلها لاداه تداول بتمتلكها كبرى مؤسسات وول ستريت. اسمح لي ارجع بيك بالزمن شويه، مش سنه 2009 وقت ظهور بيتكوين، لكن ارجع لي قبلها بشويه كمان، سنه 2008. وقتها البنوك الامريكيه زي بنك ليمان براذرز اللي عمره اكتر من 150 سنه ورابع اكبر بنك استثماري في امريكا اعلن افلاس. Trustee for various Lehman senior notes says it may be owed as much as $73 billion. بنك ضخم ما عادش معاه ولا مليم، وفوق كل ده كان عليه ديون بارقام مرعبه. ما تقول لي كام يعني الديون دي؟ حوالي 619 مليار دولار بس. لكن مش مشكله معانا الارقام على قد ما المشكله في افلاس بنك ليمان براذرز. كانك بالظبط ضربت اول حجر ضمنه في هيكل الاقتصاد العالمي. بنك ليمان وقع وفلس وخد وراه في سكته بنوك وبورصات عالميه باكتر من 30 تريليون دولار، يعني تقريبا كده تلت ثروه الكوكب كله اتبخرت في غمضه عين. المهم يا سيدي، الحكومه الامريكيه بدل ما تحاسب اللي كان السبب ورا الازمه الماليه دي، طلعت شيك على بياض بقيمه 700 مليار دولار علشان تنقذ البنوك الكبرى من الافلاس. طبعا كله من جيب المواطن والمستثمر الغلبان. لكن في عز الفوضى دي في اكتوبر 2008 ظهر شبح ملوش ملامح اسمه ساتوشي ناكاموتو. ظهوره كان عباره عن ورقه بحثيه او ورقه بيضاء بعتها بالايميل لمجموعه من السايبر بانكس او المهووسين بالتشفير. عنوان الورقه سطر واحد بس: بيتكوين نظام نقدي الكتروني من الند للند او بير تو بير. كلمتين بسيط جدا، عباره عن 9 صفحات جواهم الكود البرمجي للبيتكوين. لكن بالمختصر المفيد، ساتوشي كان عايز يعمل نظام مالي مختلف عن نظام الفلوس الورق والبنوك اللي نعرفها. علشان كده يوم 3 يناير 2009 ساتوشي خرج للنور اول بلوك في تاريخ البيتكوين، واللي بيسموها الجينيسيس بلوك او كتله التكوين. جوه الكتله دي ساتوشي كتب رساله مخفيه. الرساله دي كانت عباره عن عنوان الصفحه الاولى المنشوره في جريده التايمز البريطانيه، واللي صدرت في نفس اليوم اللي صدرت فيه بيتكوين. ترجمه الخبر ده حرفيا معناه انه المستشار على وشك تقديم حزمه انقاذ ثانيه للبنوك. بس لفت نظري حاجه، على الرغم من انه كان في انهيار اقتصادي عالمي، الا انه قبل الخبر ده كانوا حاطين اخبار عن اسرائيل وغزه. يعني شوف العالم كان في ايه، وبريطانيا كان او جريده ذا تايمز اهم حاجه عندها انها تحط اخبار اسرائيل قبل الاخبار الاقتصاديه اللي كانت ضربه العالم كله. والله كان عندك حق يا ساتوشي ناكاموتو. المهم انه هذا الكلام معناه انه في حزمه انقاذ ثانيه هتروح للبنوك. منين الفلوس دي طيب؟ ساتوشي كان شايف انه النظام المالي العالمي كل شويه يطبع فلوس علشان ينقذ البنوك الفاشله، ولكن على حساب الشعب. اما نظام البيتكوين الجديد فجاي يقضي على الوسيط البنكي تماما، وعلشان كده قرر يستبدل الثقه في البنوك بالثقه في البلوك تشين او سلسله الكتل. ايه هي بقى البلوك تشين؟ علشان تفهم يعني ايه بلوك تشين بكل بساطه من غير تعقيد، اعتبره دفتر حسابات بتاع فلوس، لكنه علني ومكشوف لاي حد يبص عليه. بس الدفتر ده مش متشال في خزنه بنك، ده متوزع على ملايين الاجهزه في العالم، وبيتسجل عليه كل المعاملات الماليه اللي بتتم على شبكه البيتكوين، زي مين بعت لمين وبعت له كام بيتكوين وامتى وازاي، وكل التفاصيل زي اللي في دفتر البنك بالظبط. لكن كل الحكايه انه من غير بنك. وكل بلوك من سلسله الكتل او الدفاتر دي بيكون مقفول ومختوم بختم رقمي اسمه الهاش، كانه متشمع بالشمع الاحمر. العبقريه هنا يا بروف انه الختم ده بياخد بصمه الكتله اللي قبله معاه، فبقت الكتل كلها مربوطه ببعض زي السلسله الحديد، وكتله ورا كتله ورا كتله عملوا لنا سلسله من الكتل او البلوك تشين. ولو حد فكر يزور معامله قديمه في كتله فاتت، فالختم هيتغير والسلسله كلها هتتكسر، وشبكه الكمبيوترات في العالم كله هترفض النسخه دي. وهنا بتظهر عظمه الديمقراطيه الرقميه او اللي بنسميه الاجماع او الكونسنسوس. لو بصيت مثلا لرئيس البنك المركزي هتلاقي هو اللي بيمشي كلامه على كل البنوك، لكن في البيتكوين فالاجهزه المتصله بشبكه البيتكوين هي صاحبه الكلمه الاولى والاخيره، لانه كل جهاز معاه نسخه من البلوك تشين اللي هي دفاتر المعاملات الماليه على شبكه البيتكوين. وبالتالي علشان تتم اي معامله لازم اكتر من 50% او اغلبيه اجهزه المستخدمين تصدق عليها ويقولوا المعامله دي تمام وتتسجل في الدفاتر في البلوك تشين. ولو المعامله فيها اي تزوير فعلى طول اغلبيه الدفاتر هتكتشف التزوير ده وهترفض تسجيل المعامله على الشبكه. وعشان كده الفلسفه اللي اتبنت عليها البيتكوين كانت بسيطه وعبقريه في نفس الوقت. اولا مفيش بنك مركزي، الشبكه هم المستخدمين وهم البنك في نفس الوقت، هم اللي بيسجلوا المعاملات في
دفاتر بلوك تشين وهم اللي بيحددوا مين الصح ومين الغلط. وثانيا مفيش تمييز نهائيا. الكمبيوتر بتاعي في مصر المتصل بشبكه البيتكوين زي اللابتوب واحد قاعد في اي مكان في العالم، ان شاء الله قاعد في كهف، الكل سواسيه قدام شبكه البيتكوين، حتى على ساتوشي ناكاموتو نفسه. افهم من كده ان ساتوشي ناكاموتو مش هو المتحكم في البيتكوين والبلوك تشين؟ عليك نور، اهو انت كده عجبتني وبدات تستوعب الدنيا كويس. بس انت كده حلو فتحت على نفسك سؤال تاني، لو ساتوشي مش اللي بيتحكم في البيتكوين ولو الشبكه والكود البرمجي هو اللي ماشي الدنيا زي ما بنقول، يا ترى مين بقى اللي ماسك ريموت الكنترول الحقيقي للبيتكوين؟ صح لي بقى في الكلام اللي جاي علشان تفهم محور الحدوته. شوف يا صديقي البروف، في بدايات بيتكوين كان اي حد معاه كمبيوتر او لابتوب يقدر ان هو ينزل برنامج من برامج التعدين ويشارك بجزء من قوه السي بي يو او قوه المعالج بتاعته في حل المعادلات. معادلات مين؟ معادلات دفتر الحسابات بتاع البلوك تشين او سلسله الكتل. ما هو الكمبيوتر اللي بيخلص الدفاتر دي مش انت طبعا يعني. وفي المقابل الشبكه هتديك مكافاه 50 بيتكوين لما الجهاز بتاعك يخلص الدفاتر بتوع كتله من الكتل. والموضوع كان بيتكرر كل 10 دقائق. طبعا مش محتاج اقول لك ال 50 بيتكوين اللي كانوا بيطلعوا في 10 دقائق دول حاجه رقم خرافي معايير النهارده. المهم واحده واحده بمجرد ما البيتكوين بقى له سعر مقابل للدولار، الناس ما بقتش شايفه البيتكوين على انه ثوره على البنوك زي ما كان بيحلم ساتوشي ناكاموتو لما حط مبادئ البيتكوين، لكن الناس بقت بتبص للبيتكوين على انه اصل مالي بيحقق ثراء فاحش وسريع. يعني بالبلدي اللي كان عايز يعمل قرشين بسرعه يروح يشتري شويه بيتكوين وفي ظرف سنتين 3 هيبقى مليونير. ومن هنا خرجت المبادئ من الباب، احنا مش بتوع مبادئ، احنا بتوع الفلوس، ودخلت لنا الرأسمالية من الشباك. عايزه ايه الرأسمالية؟ عايزه تستولي على نظام البيتكوين الجديد وتتغدى بيه قبل ما البيتكوين تتعشى بيها. وصولك للنقطة دي من الفيديو معناها انك انسان عندك مبادئ، فبعد اذنك اعطيني من مبادئك واعمل اعجاب للفيديو واشترك في القناة. مين يعرف ما جايز اطلع انا ساتوشي ناكاموتو واوزع عليكم بيتكوين. شوف يا صديقي البروف العزيز، السؤال هنا ازاي ضاعت مبادئ بيتكوين؟ طيب اي عملة في الدنيا علشان يكون لها وجود لازم لها جهة اصدار. الدولار مثلا بيطبعه البنك الفيدرالي الامريكي بقرار من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة او الفونك. لكن البيتكوين مين بيطبعه؟ البيتكوين مش ورق ولا معدن علشان ينطبع، لانه زي ما قلت لك هو عبارة عن كود متبرمج على الكمبيوتر لكنه بينتج بطريقة تانية اسمها التعدين او المايننج. ليه بقى سموها التعدين او المايننج؟ لانه بيشبه انتاج البيتكوين بعمال المناجم اللي بيحفروا في الصخر علشان يطلعوا الذهب والمعادن. بس هنا الفاس هو المعالج او السي بي يو بتاع الكمبيوتر بتاعك، والصخر اللي بتكسر فيه هو معادلات رياضية معقدة بيحلها المعالج علشان ينتج الكتلة او البلوك في سلسلة الكتل او البلوك تشين، او من الاخر يقفل دفاتر الحسابات الخاصة بالمعاملات اللي بتتم على شبكة البيتكوين. ولما الكمبيوتر بتاعك يقفل له دفتر او يخلص له بلوك، ساعتها في المقابل بتاخد المكافأة بتاعتك من البيتكوين زي ما قلت لك من شوية. هل هنفضل بقى للابد نعدن بيتكوين؟ لا يا سيدي، لان ساتوشي ناكاموتو لما برمج البيتكوين خلى اقصى عدد متاح للتعدين هو 21 مليون بيتكوين بس. ساتوشي ناكاموتو لما صمم النظام كان عارف انه البشر طماعين والتكنولوجيا هتتطور، فعمل قاعدة اسمها difficulty adjustment او تعديل الصعوبة. القاعدة دي بتقول لك باختصار كده على مر الزمن كل ما عدد الناس اللي بتعدن بيزيد، قوة الكمبيوترات والمعالجات بتبقى اقوى واقوى، كل ما المعادلات المطلوب حلها لانتاج البيتكوين تبقى اصعب واعقد علشان السوق ما يغرقش بالبيتكوين وبالتالي يحافظ البيتكوين على قيمته. وده للاسف يا صديقي كانت غلطة الشاطر. ليه بقى؟ لانه في البداية المعادلات كانت سهلة جدا لدرجة انه اي سي بي يو في اي لابتوب عادي كان يقدر يحلها بكل سهولة. لكن لما البيتكوين سعرها بدأ يزيد الصعوبة دي ضربت في السماء والتعدين ما بقاش بالسهولة زي في الاول خالص. يعني لو جربت اليومين دول تعدم بالكمبيوتر بتاعك مش هتطلع لك بنص جنيه وما عادش ليك فرصه في التعدين. علشان كده في المرحله الاولى اللعبه اتطورت واتنقلت لمرحله التعدين بالجي بي يو او كروت الشاشه القويه اللي بيستخدمها اجهزه الجيمرز عاده. ده علشان قدرتها على معالجه بيانات دفاتر البلوك تشين اسرع بالاف المرات من المعالج العادي. لكن البيتكوين معادلاتها كانت عماله تزيد صعوبه، علشان كده المعدنين طوروا من نفسهم شويه وبداوا يجمعوا ريجز في بيوتهم. الريجز دي ببساطه هي اجهزه كمبيوتر متجمعه مخصوص علشان التعدين، بتتركب فيها اكتر من كارت شاشه جنب بعض كانها ادوات حفر متوصله ببعض علشان يزودوا قوه المعالجه ويقدروا ينافسوا في سباق التعدين. لكن حتى الريكس دي عمرها انتهى بسرعه جدا. لما دخلنا على سنه 2013 شركه افالون انتجت اجهزه الاس اي سي، ودي كانت اول اجهزه جباره مخصصه للتعدين. الاس اي سي دي مش كمبيوترات بالمعنى اللي انت عارفه، دي الات تعدين رقميه بتفضل شغاله 24
ساعة علشان تحل في معادلات البلوك تشين وتعدين البيتكوين وبس. على سبيل المثال جهاز واحد من الأجهزة دي من نوع Antminer S21 بيستهلك حوالي 3500 واط في الساعة. أنا عارفك ما بتحبش الأرقام عشان كده هشبهها لك بحاجة تانية، يعني هو كأنه قد استهلاك 4 تكييفات شغالين مع بعض في نفس الوقت. وسعر الجهاز نفسه بيبدأ من أسعار فوق ال $2000 ولحد $5000. المشكلة إنه جهاز واحد مش كفاية، أنت محتاج منه عدد ضخم جدا بالمئات والآلاف علشان تعمل منه مزرعة تعدين. المزارع دي ضخمة جدا وبتحتاج أجهزة تبريد عملاقة، وطبعا بتستهلك كهرباء بشكل مبالغ فيه، لدرجة إنه شبكة البيتكوين النهاردة بتستهلك كهرباء سنويا حوالي 150 تيرا وات في الساعة. يعني ده أكتر من استهلاك دول كاملة زي الأرجنتين أو هولندا. فالموضوع ما بقاش مجرد تعدين، يعني تقدر تعتبره كده كأنه تحول لنوع من أنواع الصناعات التقيلة زي الحديد والصلب، لأنه علشان تغطي تكلفة الجهاز اللي سعره بيوصل لآلاف الدولارات وتدفع فاتورة الكهرباء المرعبة بتاعته، فأنت كده يا ريس محتاج راس مال ملايين الدولارات. يعني حاجة زي اللابتوب ده مهما كانت قوته مالوش 30 لازمة في وسط وحوش التعدين دي، أو لو شغلته ليل نهار على التعدين مش هيجيب 5 جنيه اخر الشهر. علشان كده اختفى المعدنين الافراد ودخلت مكانهم الشركات والمؤسسات الماليه والاستثماريه الكبيره اللي معاها فلوس وتقدر تنافس. طيب اخدت بالك من حاجه يا صديقي؟ انه سيطره الشركات بالشكل المرعب ده هي ضد فكره البيتكوين من الاساس. تعال اوريك حاجه. على موقع بلوك تشين على مدار ال3 سنين اللي فاتوا شركات زي انت بول، ودي طبعا شركه تعدين عملاقه صينيه، وشركه فاوندري USA وفايا BTC وF2 بول وباينانس بول، لو جمعت نسب الاستحواذ اللي قدامهم دي هتلاقي ان 5 شركات لوحدهم بس بيسيطروا على اكتر من 60% من قوة الهاش ريت او قوة التعدين في شبكة البيتكوين كله في العالم. ال 60% هاش ريت دي معناها انه الشركة او التحالف ده بيبقى نظريا قادر على انه يفرض اي تغيير عايزه على الشبكة او يمنع اي معاملة متخالفة مع مصالحه. زي بالظبط كده فكرة الاستثمار المهيمن على الشركات. انت لو شاري اكتر من 50% من اسهم شركة ما هيكون لك سلطة وقوة على مجلس الإدارة وعلى قرارات الشركة. كلام عظيم جدا جدا. وتقريبا كده يا صديق البروف انت بدأت تشم إجابة السؤال اللي انت مستنيه طول الحلقة. وعلشان اوضح لك الإجابة أكتر لازم أفهمك نقطة مهمة جدا يمكن ما تجيش على بالك خالص. شركات ومؤسسات التعدين الضخمة دي لها مقر، لها مبنى، وطبعا لها مدير تنفيذي ولها سجل تجاري وضريبي. طب عادي يعني يا بروف، ايه المشكلة؟ ما انت لو ركزت هتفهم انه الشركات دي بتخضع لقانون الدولة اللي هي فيه ورقبتها في ايد الحكومة. يعني البيتكوين لفتها وبقت تحت رحمة الحكومة، وده بالظبط عكس اللي ساتوشي ناكاموتو عمل علشان البيتكوين اصلا. خلينا احكي لك قصة مهمة. لحد سنة 2019 الصين كانت مسيطرة على اكتر من 75% من قوة تعدين البيتكوين في العالم. تخيل، عملة المفروض انها لا مركزية اكتر من تلتين قوتها كانت موجودة تحت تحكم شركات تعدين صينية. يعني الصينيين كانوا يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه في شبكة البيتكوين ومحدش يقدر يقول لهم حاجة، كأنه البيتكوين بقى ليها بنك وموجود في الصين. لا مركزية ايه بقى يا عم اللي جاي تكلمني فيها؟ احنا هنهزر. ورغم كل قوة اللي حققتها الصين وتحكمها في شبكة البيتكوين، فالصين فجأة قررت انه كفاية كده يا جماعة، مش عايزين تعدين تاني عندنا في البلد. والصين حظرت التعدين في اراضيها في سنة 2021. ليه يا صين تعملي كده؟ قال لك لان تعديل البيتكوين بهذا الكم كان بيستهلك طاقة مرعبة ومضرة بالبيئة ومضرة بالصين نفسها. وبمجرد ما الاخبار انتشرت وقتها عن منع الصين لتعديل البيتكوين، سعر البيتكوين نزل من $58,000 تقريبا ل $30,000 في ايام قليلة. يعني في كام يوم بس نص قيمة البيتكوين طارت. It looks like they've gone absolute at this point, saying on the PBOC website they will ban all transactions. السوق خسر مليارات المليارات، والناس كانت بتبيع بأي سعر علشان تهرب بأقل خسارة. وقتها المعدنين الصينيين قال لك يا باشا خلاص ملناش قاعدة في البلد دي، وبدأوا يفككوا مزارعهم ويشحنوا آلاف الأجهزة في حاويات لبلاد تانية بره الصين. معظم المعدنين دول راح لأكبر عدو للصين، لأحضان أمريكا وتحديدا ولاية تكساس. وبسبب ده النهاردة أمريكا حرفيا بتهيمن على قوة التعدين. فمثلا عندك ولاية تكساس الأمريكية بقت عاصمة العملات الرقمية في العالم علشان الطاقة فيها رخيصة وقوانين التعدين أسهل بكتير. وبالشكل ده بيتكوين بيسحبوها واحدة واحدة علشان تبقى مركزية بتعتمد على بنية تحتية ضخمة وتمويل استثماري من بنوك وول ستريت الأمريكية. سؤال مهم لازم تسأله لنفسك، لو الحكومة الأمريكية بكرة الصبح قررت مثلا تفرض عقوبات على دولة معينة بتستخدم البيتكوين، أو حتى عقوبات على محفظة شخص معين، وراحت الحكومة الأمريكية لشركة فاوندري USA اللي هي أنا قايل لك عنها من شوية إن هي أكبر
اكبر معدل لتعدين البيتكوين في امريكا، والحكومه قالت للاداره ان المعاملات اللي جايه من العنوان الفلاني من المحفظه الفلانيه تمنعيها وما تعديهاش. هل اداره الشركه هتقدر تقول لا للحكومه الامريكيه؟ مستحيل طبعا، لانهم ببساطه شركه مسجله، وتنفيذ القانون الامريكي وحمايه مصالح المستثمرين في الشركه اهم عندهم مليون مره من فلسفه اللامركزيه اللي البيتكوين اتعملت علشانها اصلا. بكل بساطه طغور اللامركزيه. عندك هنا مفارقه كبيره ومهمه جدا. اللامركزيه مش حاجه سحر يعني، لان البيتكوين في الاول والاخر هو مجرد سوفت وير، شويه سطور برمجيه مكتوبه بلغه C++، وزيه زي الويندوز اللي على جهازك او التطبيق اللي على موبايلك، بيحتاج تحديث من وقت للتاني، بيحتاج سد ثغرات امنيه، وبيحتاج تطوير علشان يواكب الزمن. طيب المعدنين اللي اتكلمنا عنهم، لو افترضنا انهم السلطه التنفيذيه اللي بتدير شبكه البيتكوين، فالكود اللي اتبرمجت بيه البيتكوين هو الدستور اللي بيمشي السلطه التنفيذيه دي. مين بقى اللي بيكتب الدستور ده؟ نظريا على الورق البيتكوين هو مشروع اوبن سورس او مفتوح المصدر، يعني حضرتك واي مبرمج شاطر في اي مكان في العالم يقدر يدخل على جوجل ويكتب بيتكوين سورس كود، ويدخل على اول موقع في البحث موقع جيت هاب، هتشوف قدامك الكود اللي شغاله بيه بيتكوين، وتقدر انك تحمله على الكمبيوتر، وتقدر كمان انك تقترح تعديل على البرنامج اللي اتعملت بيه بيتكوين. خد تعالى هنا قبل ما تاخد بعضك علشان تلعب في برمجه البيتكوين، اسمح لي ابوظ عليك اللحظه السعيده دي، لانه عمليا الواقع مختلف تماما. انت شوف الكود والعب فيه واقترح تعديلات وخد راحتك على الاخر، لكن في بوابه ضيقه جدا بيعدي منها اي تعديل علشان يطبق فعلا على شبكه البيتكوين. البوابه دي اسمها البيتكوين كور. البيتكوين كور ده هو النسخة الرسمية اللي بتشغل أغلب أجهزة الشبكة، وعلشان الكود بتاعك يدخل في النسخة دي لازم يعدي على مجموعة صغيرة جدا من المطورين بيسموهم المشرفين أو المينتينرز، ودول مجموعة صغيرة جدا من المطورين عددهم ما بين 5 ل7 أشخاص، ودول بس اللي معاهم المفاتيح اللي من خلالها تقدر تدمج أي تعديل أنت عايزه في الكود النهائي للبيتكوين. المشرفين دول معروفين واحد واحد بأساميهم وهويتهم مكشوفة في المجتمع التقني. على سبيل المثال للحصر، هنادي ستيبانوف هو واحد من المشرفين الحاليين والناشطين جدا في صيانه الكود. مايكل فولد وده واحد من الاسماء المؤثره في عمليه الصيانه الحاليه في شبكه البيتكوين. جلوريا تشاو دي اكتر اسم بارز حاليا والمشرفه على اجزاء مهمه في الكود اللي لها علاقه بحركه المعاملات على شبكه البيتكوين. الناس دي وظيفتهم مش انهم يفرضوا رايهم، لكن دورهم هو تنظيمي بحت، بحيث يتاكدوا ان التعديل المقترح وافق عليه اغلبيتهم وانه ما فيهوش ثغرات تقنيه، وبالتالي يدخلوه لقلب البيتكوين او البيتكوين كور. بس على كده المطورين دول ممكن يغيروا حاجه في مصلحه الحكومه. والله يا صديقي بيني وبينك هم بيقولوا ما نقدرش، لان مستخدمين شبكه البيتكوين اللي هم المؤسسات والافراد يقدروا بكل سهوله يرفضوا اي تعديل. تقدر تقول ان الجمهور هو اللي بيمضي على القوانين ويديها الموافقه النهائيه. بس عن رايي الشخصي مجموعه المطورين المسؤولين عن قلب البيتكوين هم في الاول وفي الاخر بشر، وللاسف دايما بشوف انه يمكن التلاعب بالبشر مهما كانت نواياهم خير. ومن هنا يعني خلينا احكي لك قصه الحرب الاهليه اللي دارت حوالين البيتكوين في 2017، الحرب اللي كانوا بيسموها ذا بلوك سايز وور. القصه كانت بدايتها خلاف بسيط، وهو انه شبكه البيتكوين بدات تظهر مشاكلها لما شعبيتها زادت والمعاملات كترت والشبكه بقت بطيئه جدا. هنا بقى انقسم مجتمع البيتكوين نصين، كل نص كان معاه فئه كبيره بتدعمه. الفريق الاول بيمثل فريق البيزنس والمصلحه زي شركات استثماريه كبيره ومنصات تداول، ودول كان رايهم ان احنا لازم نكبر حجم الدفتر بتاع البلوك في البلوك تشين. الفريق ده قال لك والله يا جماعه الدفتر البلوك ده صغير جدا، حجمه 1 ميجا بس، فخلونا نكبر حجم الدفتر شويه ل 4 أو 8 ميجا بايت علشان يشيل معاملات اكتر وتبقى الشبكه اسرع. اما الفريق الثاني فريق الاصوليين، ودول اللي كانوا الكور ديفلوبرز او المطورين الاساسيين، ومعاهم طبعا جيش من المعدين الافراد. الفريق ده رفض الفكره وكانوا شايفين انه لا، مستحيل، لو كبرنا حجم دفتر البلوك فبالتالي تخزينه هيبقى صعب لان حجم البلوك تشين كله هيزيد. وحاجه تانية كمان اخطر من الكلام ده كله، وهي انه تكلفه تشغيل الشبكه اللي هي اصلا غاليه ومكلفه هتزيد اضعاف فوق التكلفه، وده معناه انك حرفيا هتقضي على الاجهزه الصغيره زي اللابتوبات والكمبيوترات الشخصيه اللي هتخرج من الخدمه ومش هتقدر تشغل الشبكه ومش هيبقى لها اي دور نهائي في التعدين. وساعتها السيرفرات في الشركات والمؤسسات العملاقه هي بس اللي هتتحكم في الشبكه، وهتتحول لبنك مركزي جديد بس رقمي. وهنا حصل الهارد فورك او الانقسام الجذري، السلسله الواحده بقى سلسلتين والبيتكوين بقى في منه نوعين.
بيتكوين اللي اختصاره BTC، وده اللي انت تعرفه لغايه النهارده واللي فضل متمسك براي المطورين وحافظ على حجم الكتله الصغير. اما النسخه الجديده اللي ظهرت وهي بيتكوين كاش واختصاره BCH، ودي تقدر تعتبرها العمله المنشقه اللي كبروا حجم الكتله فيها وكانوا فاكرين انهم هيحتلوا العالم. وطبعا زي ما انت توقعت اللي انتصر في المعركه دي وفضل سعره هو الاغلى ومسيطر على السوق هو البيتكوين الاصلي الBTC اللي بتلعب حاليا في مستويات ما بين $60,000 ل $120,000. اما BCH بتلعب في نطاق $500. لحد هنا يا صديقي احنا حللنا اركان النظام التقني للبيتكوين، لكن في ركن ثالث هو اللي نقل البيتكوين من مجرد عمله رقميه محدوده لاصل مالي عالمي بينافس الذهب والاسهم. شوف، لما البيتكوين قيمتها زادت بشكل مجنون على مدار السنين اتحول البيتكوين من كونه عمله دفع لاصل استثماري، وده معناه انه الناس ما بقتش بتشتري البيتكوين عشان تدفع بيه ثمن قهوه او بيتزا، لكن بقى زيه زي الذهب، بنشتريه علشان نخزنه ونبيعه لما سعره يغلى. ولما الاصول دي بدات قيمتها توصل لعشرات الالاف من الدولارات الحيتان شمت ريحه الفلوس. وما ادراك لما الحيتان تدخل في اي حاجه فيها فلوس. الحيتان دول هم من الافراد والمؤسسات الماليه والبنوك الاستثماريه العملاقه، وكمان صناديق التقاعد وشركات اداره الاصول اللي بتدير تريليونات الدولارات. يعني من الاخر هم الشركات اللي تسببت في ازمه 2008 واللي ساتوشي ناكاموتو اسس البيتكوين علشان يعاديها اصلا. تخيل يا صديقي ان في سنه 2017 كان رئيس بنك JP مورجان بيقول ان البيتكوين هو عباره عن نصب واحتيال وفقاعه كده هتموت، لكن سبحان مغير الاحوال في سنة 2024 نفس البنك بقى كاستوديان او واحد من امناء الحفظ على البيتكوين. ده معناه ان الحيتان لعبتها بشكل تاني، فبدل ما يحاربوا البيتكوين اللي جايه تقضي عليهم وتستبدلهم بقى كلهم دلوقتي بيتسابقوا على الاستحواذ على البيتكوين. بس ازاي المؤسسات دي قدرت تسيطر على عمله المفروض انها لا مركزيه؟ الاجابه في 3 خطوات مرعبه. ورقه وقلم واكتب ورايا. الخطوه الاولى السيطره على السيوله والاسعار، لان البيتكوين سلعه زي اي سلعه، زي بالظبط الطماطم والخيار اللي بتشتريها من السوق او من السوبر ماركت. لو قدرت انك تشتري معظم الطماطم والخيار اللي في السوق ساعتها هتقدر تتحكم في الاسعار على كيفك زي ما تحب. لو بصيت على احصائيات توزيع البيتكوين هتتصدم، اقل من 1% بس من عناوين المحافظ معاهم 27% من اجمالي المعروض من البيتكوين. دول هم الفئه العليا من الحيتان، من ضمنهم شركه مايكرو استراتيجي وصناديق الETFs تابعه لبلاك روك. الوحوش دي لو قررت تبيع جزء صغير من البيتكوين اللي عندها هتعمل بسهوله جدا انهيار في السوق في وقت قياسي، وفي نفس الوقت لو قررت تشتري بقوه هتعمل انفجار في السعر. نيجي بقى للخطوه الثانيه وهي صناديق التداول او الETFs. شوف يا بروف، البيتكوين كان عنده عقده منعته من الانتشار بشكل كبير وهي البرايفت كي او المفتاح الخاص. اعتبرها حاجه زي الباسورد كده. لو انت بقى شاري البيتكوين كاصل معاك على فلاشه مثلا، فبالتالي انت الشخص اللي بيمتلك الباسورد او البرايفت كي وبيقدر يبيع ويشتري بيه بالبيتكوين. واللي ما يعرفش يحافظ على المفتاح ده او ينسى الباسورد يعني بيروح عليه البيتكوين اللي معاه كله ومش هيعرف يتصرف فيه تاني. زي ما بيقولوا كده نوت يور كيز نوت يور كوينز، مش معاك مفاتيحك يا ريس يبقوا مش فلوسك. الحركه دي عملها ساتوشي لانه كان عايز الناس تتعب وتتحمل مسؤوليه فلوسها علشان ما تقعش تحت رحمه البنوك. اما بقى شركات وول ستريت الامريكيه شالت العقده دي بطريقه ذكيه جدا. عملوا منتجات زي صناديق التداول الفوري او السبوت ETFs. فكرتهم الخبيثه بتقول لك انت يا حبيبي مش لازم تشتري البيتكوين نفسه، اصل ممكن لا قدر الله البرايفت كي يتسرق ولا تنساه ولا حاجه كده ولا كده، وهو اصلا تهمه يعني 51 رقم. قال لك الحل يا سعاده البيه انك هتشتري مننا ورقه ماليه بتمثل قيمه البيتكوين، واحنا كشركات زي بلاك روك وفيديليتي هنحتفظ لك بالبيتكوين الحقيقي في خزنتنا وهنكون مسؤولين عن المفاتيح والتامين وكل ده، مالكش دعوه انت بالباقي. للاسف ده يعتبر اكبر خيانه لفلسفه البيتكوين، لان البيتكوين اتصنع يا صديقي علشان الناس تملكه مباشره من غير وسيط. المشكله مش بس انك بتشتري منهم مجرد وعد على ورق بدل ما تشتري البيتكوين نفسه، المشكله في الجهه اللي بتخزن المفاتيح. الETFs دي محتاجه مكان امن تحط فيه البيتكوين الفعلي اللي بتشتريه، وهنا ظهرت شركات متخصصه اسمها شركات الحفظ زي شركه كوين بيس وشركه فيديليتي. شوف بقى حجم الالتفاف والمؤامره على خطه ساتوشي. معظم البيتكوين اللي اشترته وول ستريت موجود دلوقتي في حوزه 5 أو 6 شركات حفظ فقط. عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان احنا استبدلنا ملايين المستخدمين اللي بيحافظوا على المفاتيح بتاعتهم ب5 أو 6 كيانات مركزيه تابعه للقانون. فاصبحت الشركات دي هي البنوك الجديده اللي ساتوشي كان بيحارب علشان يهرب منها، وبكده نكون قفلنا دايره السيطره
السيطرة على البيتكوين من الداخل. عد كده معايا، التعدين بقى بيسيطر عليه شركات أمريكية كبيرة، الكود البرمجي بيسيطر عليه مجموعة صغيرة من المطورين، وعندك كمان الحيتان بقوا بيتحكموا في البيتكوين كسعر وكسوق. ضيف على كل دول مؤسسات حفظ مفاتيح البيتكوين أو الكاستوديانز. بس علشان الدايرة دي تكتمل في طرف ناقص في الموضوع، الطرف الوحيد اللي بيملك سلطة التشريع الأولى والأخيرة، وهو الحكومات نفسها. الحكومات العالمية الكبيرة زي أمريكا والاتحاد الأوروبي لما شافت سعر البيتكوين بيكبر كل يوم ما فكروش في أي نوع من المنع التام بشكل جاد. على العكس، الحكومات لجأت لتكنيك الحصار الذكي والرقابة الممنهجة عن طريق إنهم يستهدفوا نقاط ضعف البيتكوين اللي ممكن تهدد وجوده. فبدل ما الحكومات تواجه وحش البيتكوين، استغلت نقاط ضعفه وروضته. ومن هنا خلينا نحط ايدينا على اهم نقطة ضعف البيتكوين، واللي للاسف مستحيل انه يعرف يتخلص منها، وهي جسر الدولار. البيتكوين علشان يكون له قيمة لازم يكون في مكان يتحول فيه من كود وبرمجة لدولارات حقيقية تسحبها من مكنة الاي ام. فحتى لو البيتكوين بقت بمليون هتلاقي جنبها كلمة دولار. المكان اللي بتحول فيه البيتكوين لدولار هو منصات تداول العملات المشفرة. لو حضرتك عايز تشتري بيتكوين بتروح لمنصة زي باينانس او كوين بيس او باي بيت او غيرها، وبتديها الدولار وهي في المقابل بتديك البيتكوين. والمنصات دي يا صديقي لها مقر على الارض، لها مدير تنفيذي CEO تقدر الحكومة تستدعيه للمحكمة، وكمان لها حسابات بنكية عند البنك المركزي. ومن هنا القانون حط ايده على البيتكوين، لان الحكومات فرضت على المنصات دي قوانين اسمها الQIC والAML، وهي اختصارات معناها اعرف عميلك ومكافحة غسيل الاموال. القوانين دي خلت المنصات دي تشتغل كجاسوس حكومي، لانك مجبر تديها صورة بطاقتك او جواز سفرك واثبات سكنك ورقم تليفونك، وبقت المنصات دي تعرف بالظبط انت مين، بتدخل فلوس منين، وبتطلع فلوسك لفين. ولو الحكومة طلبت بياناتك سواء لاسباب ضريبية او امنية، المنصة ملزمة انها تكشف عن بياناتك، لانها الوحيد اللي يعرف كل حركة بتعملها بالبيتكوين. وده بالظبط اللي حصل مع جيمي زونج اللي حكيت لك عنه في اول الحلقة. يعني اللي بيستخدم البيتكوين في اعمال جنائية او ممنوعة قانونيا مش هيسيبوه خالص في حاله. فعندك مثلا وزارة الخزانة الامريكية بدأت تحط عناوين محافظ بيتكوين معينة على قوائم العقوبات بنفس الطريقة اللي بتعاقب بها افراد او دول، وحاطط ملايين الدولارات من البيتكوين على البلاك ليست او القائمة السوداء. علشان كده في سنة 2022 اجبرت المنصات والمعدنين انهم ما يتعاملوش مع اي محفظة عليها عقوبات حكومية. وبكده يا صديقي البروف وصديقي ساتوشي ناكاموتو لو بتتفرج عليه، يعني نظام البيتكوين بتاعك يا سعادة المتخفي اصبح خاضع للرقابة بالكامل. البيتكوين ما نجحش في قتل البنوك المركزية، لكن البنوك المركزية هي اللي نجحت في تطويع البيتكوين وتحويله لأصل احتياطي تستخدمه نفس المنظومات اللي كان بيحاربها. للأسف اللامركزية انتهت بمجرد ما تحول البيتكوين من فكرة إلى سلعة، لأنه في عالم البيزنس اللي بيدفع أكتر هو اللي بيمشي كلامه، والكيانات دي بتمتلك من القوة والنفوذ اللي يخلي اللامركزية مجرد شعار للتسويق، بينما الواقع بقى المركزية بامتياز في إيد اللي معاها السيولة. لكن يا صديقي البروف في سؤال بيجي في بالك وبالي كل يوم، هل ممكن اللعبة دي كلها تنتهي؟ هل في لحظة ممكن يصحى فيها العالم يلاقي قيمة البيتكوين صفر؟ تقنيا البيتكوين عمره ما يموت بسهولة بسبب قرار سياسي، هو بيموت لما السيستم التقني نفسه ينهار. وعشان ده يحصل احنا قدام 3 سيناريوهات. السيناريو الاول، لو حصل واكتشفنا ثغرة قاتلة في البروتوكول الاساسي، ثغرة تخلي اي حد يقدر يطبع بيتكوين من الهواء او يستخدم نفس العملة مرتين، السعر هينزل للصفر اسرع من لمح البصر، لانه قيمة البيتكوين الحقيقية هي في استحالة تزويره. السيناريو الثاني هو ظهور البديل الاقوى من البيتكوين اللي ممكن ينتهي لو ظهرت تكنولوجيا تانية ومختلفة بتحل نفس المشاكل بس بسرعة أكبر وتكلفة أقل من البيتكوين. أما السيناريو الثالث والمرعب هو ظهور ساتوشي ناكاموتو والكشف عن هويته. ساتوشي لو مش واخد بالك هو الحوت الكبير قوي ورا البيتكوين. تقديرات بتقول إن محافظ ساتوشي المعروفة في باتوشي باترن فيها حوالي 1.1 مليون بيتكوين. الرقم ده بيمثل 5% من إجمالي البيتكوين اللي هيتواجد في الوجود، وقيمته بسعر النهاردة تكفي لشراء دولة بحالها. المحافظ دي نايمة وما اتحركتش من سنة 2010، لكن لو ساتوشي قرر يبيع الكمية دي فمفيش سيولة في الكوكب تقدر تستوعب عملية البيع دي، والسعر هينزل للصفر حرفيا في دقايق وتنتهي أسطورة بيتكوين. في النهاية يا صديقي البروف لازم نعترف بحقيقة واحدة، البيتكوين لسه ما قررش هو مين. هل هو الذهب الرقمي الآمن اللي هتحفظ فيه مدخراتك في بنوك أمريكا، ولا هيعملوا له إعادة تشكيل ويبقى مجرد ترس جديد في نفس الآلة المالية القديمة اللي اتعمل علشان يحاربها أصلا؟ عن رأيي الشخصي ان البيتكوين لم يعد ملكا لاحد ولا حتى لمخترعه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تسجل على منصه ماركتس من الرابط اللي في وصف الفيديو، واعمل اول ايداع ليك واستفيد من البونص الترحيبي. اشوفك الحلقه الجايه يا صديقي البروف، تصبح على خير.